ثم جاء يزيد بن معاوية إلى المسجد وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين، ففعل الخطيب ذلك، فصاح علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوى مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين ليزيد: أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلام لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب؟ فأبى يزيد، فألح عليه الناس فأذن له. بعد كلام يطول بيانه من جملته قال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنه من أهل بيت قد دقوا العلم دقا. قال: فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، فقال: سلام الله عليه أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أتي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وخامر الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأفضل الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداء الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وخاتم المعتدين.